بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب تالتة إعدادي، بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2025 الترم التاني. ما زلنا في الدرس التاني من الوحدة التانية، درس التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. وصلنا لتدريبات الدرس من كراسة التدريبات اليومية. موجود تدريبين 1 و2 هنحلهم مع بعض. تدريب 1 وده صفحة 27. اكتب المصطلح العلمي. 1. أجهزة تتحول فيها الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، دي المولدات الكهربية. المولد الكهربي أو الدينامو بيحول الطاقة الحركية أو الميكانيكية وبيدينا كهرباء، بينتج كهرباء أو طاقة كهربية. تيار كهربي ثابت الشدة يسري في اتجاه واحد فقط في الدائرة الكهربية، ده التيار الكهربي المستمر. أما المتردد متغير الشدة ومتغير الاتجاه. السؤال التاني أكمل. 1. في العمود الجاف تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، لأن العمود الجاف من الخلايا الكهروكيميائية. كهروكيميائية يعني بيحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. يستخدم التيار الكهربي المستمر في عمليات الطلاء الكهربي، بينما يستخدم التيار الكهربي المتردد في إنارة الشوارع وتشغيل معظم الأجهزة الكهربية. السؤال الثالث اذكر أهمية الدينامو. الدينامو أو اللي هو المولد الكهربي. 1. ده مصدر للتيار الكهربي، هو بيدينا كهرباء. 2. بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. السؤال الرابع لديك تيارين كهربيين، أحدهما ناتج عن خلية كهروكيميائية والآخر ناتج عن مولد كهربي، أي التيارين أفضل ولماذا؟ طيب، التيار الناتج عن الخلية الكهروكيميائية ده تيار مستمر، والناتج عن المولد الكهربي ده تيار متردد. وعرفنا أن التيار المتردد أفضل من المستمر، يعني الأفضل هو المتردد الناتج عن المولد الكهربي. أي التيارين أفضل؟ التيار الناتج عن المولد الكهربي. ولماذا؟ لأنه تيار متردد، والتيار المتردد يمكن نقله لمسافات قصيرة أو طويلة عبر الأسلاك. السبب الثاني التيار الكهربي المتردد أفضل لأنه يمكن تحويله إلى تيار مستمر، على عكس التيار المستمر. التيار المستمر بيتم نقله لمسافة قصيرة فقط ولا يمكن تحويله إلى متردد. 5. الشكل المقابل يمثل تيار كهربي متردد، ده التمثيل البياني للتيار الكهربي المتردد. في الرسم ده بيوضح إن هو متغير الشدة ومتغير الاتجاه، لأنه تيار متغير الشدة ومتغير الاتجاه. دي الشدة بتكون 0، بتفضل تزيد وبعدين تقل، بتزيد وتفضل تقل. وواضح إن هو بيغير اتجاهه، ده اتجاه الأول وده الاتجاه المضاد. تدريب 2. أول سؤال استخدمت عدة أعمدة كهربية. القوة الدفع الكهربية لكل منها 1.5 فولت في عمل التوصيلات التالية. أكمل الفراغات الدالة على كل شكل مما يأتي بما يناسبها من القيم التالية. القيم 1.5، 3، 4.5، 6. أول شكل دول 3 أعمدة، هو قال لنا كل عمود 1.5 فولت متوصلين كده على التوالي. نضرب عدد الأعمدة في قوة العمود الواحد. دول 3 أعمدة وكل عمود 1.5، 3 في 1.5 ب4.5. 2. دول 3 أعمدة متصلين على التوازي
كل عمود 1.5 فولت. في التوصيل على التوازي قوة البطارية هي قوة العمود الواحد. العمود الواحد 1.5 فولت. 3. دول عمودين توازي معاهم عمودين توالي. نحسب. عمودين توازي كل عمود 1.5 فولت، بناخد منهم عمود 1.5، واتنين توالي 1.5 و1.5، 1.5 و1.5 3، والاتنين التوازي أخدنا عمود 1.5، 3 و1.5، 4.5 فولت. 4. عمودين توازي وعمودين توازي، والاتنين دول موصلين مع الاتنين دول على التوالي. عمودين توازي بناخد عمود واحد فقط 1.5. عمودين توازي بناخد عمود واحد فقط 1.5. بنجمع على التوالي 1.5 زائد 1.5 3 فولت. طيب هنا 2 توالي 1.5 و1.5 3 فولت. 2 توالي 1.5 و1.5 3 فولت. 3 فولت مع 3 فولت على التوازي، فبناخد 3 فولت واحدة بس. لسه العمودين دول على التوالي، ده 1.5 فولت وده 1.5 فولت. 1.5 و1.5 3، 3 و3 6، 6 فولت. بطارية مكونة من 3 أعمدة متماثلة. القوة الدفع الكهربية لكل منها 2 فولت. احسب القوة الدفع الكهربية الكلية لها إذا وصلت أعمدتها، موضحا إجابتك بالرسم في كل حالة. رقم 1، ال3 أعمدة دول كل عمود 2 فولت، عايزين نوصلهم على التوالي. ده الرسم. 3 أعمدة كل عمود 2 فولت، ده رسم التوالي. طيب نحسب البطارية الكلية هتكون كام فولت. ق د ك الكلية للبطارية بتساوي، في حالة التوصيل على التوالي بنضرب ن عدد الأعمدة في ق للعمود الواحد. ن عدد الأعمدة 3، قوة العمود الواحد 2 فولت، 3 في 2 ب6 فولت. 2 على التوازي، ده الرسم. دول 3 أعمدة كل عمود 2 فولت، ده رسم التوازي. الأقطاب السالبة معا ده سالب البطارية، الأقطاب الموجبة معا موجب البطارية. ق د ك الكلية للبطارية بتساوي، في حالة التوازي بناخد قوة العمود الواحد. ق للعمود الواحد، العمود الواحد 2 فولت. سؤال 3. في الشكل المقابل أوجد قراءة الفولتميتر التي تجعل قراءة الأميتر تساوي 2 أمبير. الحل هنا على خطوتين. أول خطوة بنحسب فرق الجهد ج. بنكتب القانون ج بتساوي م في ت، نعوض في القانون. فرق الجهد ج بيساوي م المقاومة، في الرسم مقاومة ثابتة 4 أوم، في ت شدة التيار اللي هي قراءة الأميتر قال لنا 2 أمبير. 2 في 4 ب8 فولت. طيب ال8 فولت دول هما ال4 أعمدة اللي في الرسم. نبص في الرسم، دول 3 أعمدة وده عمود، دول 4 أعمدة. عايزين ال4 أعمدة دول يكونوا 8 فولت. طيب هو بيقول لي أوجد قراءة الفولتميتر، يعني قراءة العمود ده. طيب ال4 أعمدة مع بعضهم 8 فولت. طيب ال3 أعمدة دول على التوازي، كل عمود 3 فولت على التوازي، فبناخد عمود واحد 3 فولت. إذن العمود الرابع ده بنطرح 8 سالب 3. إذن قراءة الفولتميتر اللي هي بتسجل قراءة العمود الرابع
بنطرح الكلية 8 سالب التلاتة اللي على التوازي، خدنا عمود 1 3، إذا العمود ده 5 فولت. سؤال 4. اشترى محمود لعبة تعمل ببطارية، القوة الدفع الكهربية لها 6 فولت، فإذا كان لديك 5 أعمدة كهربية القوة الدفع الكهربية لها أو لكل منها 2 فولت، اشرح مع التوضيح بالرسم كيف يمكنه توصيل هذه الأعمدة معا لتشغيل اللعب. 5 أعمدة، كل عمود 2 فولت. ازاي نوصل ال5 أعمدة لكل عمود 2 فولت؟ علشان نكون بطارية 6 فولت. طيب الإجابة توصل 3 أعمدة على التوازي وعمودين على التوالي، هما 5 أعمدة 3 و2. التلاتة على التوازي كل عمود 2 فولت. في حالة التوصيل على التوازي بناخد عمود 1 فقط، يعني التلاتة ادونا 2 فولت. باقي عمودين على التوالي بنجمع كل عمود 2 فولت، عمودين كل عمود 2 في 2 ب4 زائد 2 فهينتج 6 فولت. التوضيح بالرسم، دول 3 أعمدة توازي كل عمود 2 فولت، أخدنا عمود 1 فقط 2. باقي عمودين نوصلهم على التوالي 2 فولت و2 فولت، فنجمع 2 زائد 2 زائد 2 6 فولت. الشكل البياني المقابل يمثل القوة الدفع الكهربية لبطارية مكونة من 3 أعمدة كهربية. ق د ك للعمود الواحد 5 فولت. وضح بالرسم طريقة توصيل الأعمدة الكهربية الثلاثة في البطارية مستخدما الرمز ده للعمود الواحد. طيب دول 3 أعمدة، كل عمود 5 فولت، كل عمود من ال3 5 فولت. نبص للشكل هنا، البطارية الكلية القوة الدفع الكهربية الكلية ليها 10 فولت، 3 أعمدة كل عمود 5 فولت. ازاي نحصل على بطارية 10 فولت؟ مفيش إلا طريقة واحدة، بنوصل 2 توازي و1 توالي. 2 توازي كل واحد 5، ناخد منهم عمود 5 زائد عمود توالي 5، 5 و5 10 فولت. فالطريقة 2 توازي والتالت معاهم توالي. آخر سؤال رقم 6 في الشكل المقابل. 1. أوجد قراءة الأميتر. قراءة الأميتر هي شدة التيار. بنكتب القانون ت بتساوي ج على م. نعوض في القانون، شدة التيار ت بتساوي ج فرق الجهد في الرسم عمودين على التوازي كل عمود 2 فولت، بناخد منهم عمود 1 2 زائد 3 زائد 3 توالي 2 و3 و3 يعني 8 فولت على م المقاومة في الرسم 2 أوم. 8 على 2 بتساوي 4 أمبير. احسب الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية بين النقطتين س وص خلال دقيقتين. الحل على خطوتين. أول خطوة بنحسب كمية الكهربية ك، بنكتب القانون ك بتساوي ت في ز. نعوض في القانون، كمية الكهربية ك بتساوي ت شدة التيار حسبناها 4 أمبير في ز الزمن بالثانية، دقيقتين يعني 120 ثانية. 4 في 120 ب480 كولوم. الخطوة التانية، هو عايز احسب الشغل المبذول. بنكتب القانون الشغل المبذول بيساوي ج في ك. نعوض في القانون، ج فرق الجهد ال3 أعمدة دول 8 فولت في ك كمية الكهربية حسبناها 480 كولوم.
نضرب 8 في 480 هتطلع 3840، والشغل المبذول وحدة قياسه جول. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل اختبار الدرس.